المشوار ما كانش صعب قوي عليكم. لما تيجي نلعب صحافة، ده اسم المبادرة اللي احنا عاملينها بينا للكم بالاشتراك. أحسن كده؟ بالاشتراك مع مركز إطلالة. خليني شوية الأول أكلمكم عن بينا للكم، وبعد كده نتكلم عن الأهداف اللي احنا عايزين نعملها، وبعد كده نبدأ تنفيذ العمل إن شاء الله. الشركة الإقليمي هو مركز إطلالة الثقافي. جيلنا.com هو أول موقع إخباري إلكتروني بعد 25 يناير. الفكرة الأول بدأت في دماغي قبل الثورة فترة طويلة بصراحة، إن إحنا نعمل موقع إخباري إلكتروني بنأكد فيه إن الشباب ممكن يشتغلوا صحافة نظيفة، لأن واضح إن الصحافة أياميها كانت سيئة جدا، ولحد النهاردة بصراحة الصحافة المكتوبة من الحاجات السيئة جدا اللي ممكن انها توصل الاخبار للناس. بدات الفكره في دماغي ان احنا ممكن كمجموعه شباب ان احنا نعمل حاجه مختلفه فعلا ومتطوره ونكسر فيها شويه القيد بتاع الاعلام التقليدي. بس اللي خلاني ما اعملش الحكايه دي اياميها الوضع العام ما كانش مشجع خالص على اي حاجه محترمه اي حد ممكن يعملها. وانا كنت عندي عشان يحصل تغيير ما، يعني ما كنتش عارف طبعا الثوره ممكن تحصل. بعد 25 يناير الوضع اختلف شويه بسيط، ما اختلفش حاجه كبيره، فضلت الصحافه زي ما هي. من هنا بدات الفكره تيجي في دماغي، لا انا دلوقتي بقى ممكن اتكلم وممكن انا اعمل حاجه تفيد. الموقع انطلق 1/6/2011. بدانا بحاجات صغيره واقسام بسيطه وعدد قليل جدا من الناس كان شغال معانا. بعد كده احنا بدانا نشتغل واحده واحده. اظن من تاني يوم لانطلاق الموقع كان في حقيقة اسم المسجد. جيلنا.com كان اول مطبوعه سواء الكترونيه او مطبوعه انها تنشر الخبر دوت، لان احنا عرفنا نوصل للناس موجودين هناك في قلب الحدث، وكنا اول ناس نبني الحكايه دي. بعد كده نقل مننا بقى الشروق والمصري اليوم والدستور والاسامي الكبيره اللي انتوا بتسمعوا عنها ديت بدات تنقل مننا. فبدانا نحس ان احنا ممكن نعمل حاجه مختلفه، حاجه قويه وحاجه مؤثره فعلا يعني. مؤسسات صحفيه كتير اتكلمت عننا. مجله كلمتنا بتتعاون معانا، لو حد يعرف مجله كلمتنا. اليوم السابع نشر عن الموقع في الايام الاولى لانطلاقه، وهو اللي قال ان احنا اول موقع اخباري يطلع على 25 يناير، مش بنجيب الكلام من عندنا يعني. بعد كده فتحنا قسم كلام جيلنا، ده بينشر موضوعات صحفيه وادبيه لكل الشباب. ما عندناش تفرقه بين حد، ما عندناش رقابه من اي نوع على اي كلام بيتنشر. بننشر كاريكاتير، اشعار، قصه، مقالات، سياسه وغير السياسه كمان. بنحاول ان احنا نفتح سكه للشباب زي ما فتحنا لنا احنا سكه قبل كده، او احنا فتحنا سكه قبل كده. بنحاول ان احنا نوفر الكلام ده للناس بشكل اسهل. توكنات ويب 2 لو حد يسمع على الفيسبوك، تويتر، الريدر بتاع جوجل، الحاجات دي كلها بنحاول ان احنا نشتغل عليها. عندنا كمان صفحه على الفيسبوك وحساب على تويتر وشانل على اليوتيوب، بننشر من خلالها الفيديو والاخبار اول باول، بحيث لو اي حد بيشتغل على اي حاجه يعرف ان هو يوصل لنا على طول اول باول. ده جيلنا.com يا جماعه، لو ما حدش كان داخل عليه. شوفوا ان هو في اقسام سياسه، تحيات. طبعا لو كنا نزلنا تحت شويه كنا هنطلع حاجات ثانيه. ومن فوق في حساب الاكونت وتويتر والفيسبوك والريدر والحاجات دي كلها. عندنا هو الاخبار الرئيسيه بتبقى الى حد ما ليها طابع سياسي. بعد كده هو بنبدا نخش على التحيات والفن والثقافه وكلام جيلنا وبقيه الاقسام ازاي موجوده تحت. كده لو دخلنا على الطريق بعد شويه هبقى اوريكم الموقع بشكل اشمل. لو عايزين تكلمونا تواصلوا معانا بنرحب طبعا. الايميل بتاعنا جيلنا@جيلنا.com لو حد عاوز يكتب الكلام ده، جيلنا@جيلنا.com. الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك facebook.com/جيلنا. دي هدخلكم على الصفحه على طول. يا ريت كلنا اول ما نرجع نعمل لايك عشان نتابع الاخبار اول باول والتحديثات والكلام ده كله. طبعا هتلاقوا اخبار عن الورشه التدريبيه اللي معانا النهارده. الاكونت بتاعنا على تويتر twitter.com/جيلنا، خشوا عليه برضه هتلاقوا اول باول المتابعات اللحظيه اللي بتحصل، تغطيات ايام الجمعه السوداء اللي احنا بنعيشها اليومين دول. هتلاقوا التغطيات دي شغاله اول باول. بعد كده اللي بيشتغل على اليوتيوب عاوز يشوف التغطيات بتاعتنا بالفيديو، عندنا youtube.com/جيلنا برضه. هتلاقي حاجات بالفيديو، ندوات، تغطيات. يمكن الفيديو اللي احنا فيه النهارده دلوقتي ده هيبقى نازل برضه على الاكونت بتاعنا على جيلنا، وهو اكونت يعني داخل تعاون مع اليوتيوب بحيث ان احنا نقدر ننشر حاجات حتى لو اكتر من 15 دقيقه الليمت بتاع
بتاع يوتيوب احنا نقدر نشتغل عليه اكتر من كده بحيث لو هنرفع تغطيه اكبر. ساعات على فكره يا جماعه بنعمل بث مباشر بعض الفعاليات زي ايام الجمعه، ساعات بنعمل بث مباشر من جوه من التحرير او من القنوات اللي بتبقى موجوده. ساعات بنعمل بث مباشر لفعاليات، كان في ايام النوم موجود في طنطا كنا عملنا الكلام ده برضه بث مباشر لو حد فيكم متابع. رقم التليفون ده رقم تليفوني، ده رقم تليفون لاي حد عاوز يكلمني. رقم تليفوني الشخصي 016 52 9 9 8 9 3 24 على 7. كلموني في اي وقت عاوزين فيه اي حاجه شخصيه او مش شخصيه، هكون تحت امرك. تيجي مع الصحافه بقى؟ انا مع الصحافه انا عايز اتعرف عليكم بس سامحوني لان انا بنسى الاسماء بشكل موجود. اوكي؟ فطول الوقت هفضل مش عارف اسمع، فسامحوني بس هحاول الى حد ما ان انا افهم الدنيا ماشيه ازاي. معانا سمير اللي هو عنه هو يمكن اكبر مني قدره على الحفظ، بس ان شاء الله نقدر نتواصل يعني. نبدا ازاي بقى؟ محمد عامر. محمد عامر؟ محمد عامر عبد الله. تمام. يا ريت نعلي صوتنا بس يا جماعه. بتشتغل او بتدرس؟ انا مدرس اخصائي صحافه. مدرس مدرسه اخصائي اشتغلت صحافه. في حاجه قبل كده؟ انا شغال في المدرسه حاليا دلوقتي في المدرسه، وانا اصلا ليسانس اداب صحافه وعلم. محمد البلد ليسانس اصول دين في السنه. طازه لسه. علي رسول ربع درجة عمل. طبعا ايه؟ درجة عمل. كليه تجاره. حازم السيد خريج اعلام. كليه اعلام؟ كهرباء ولا ايه؟ محمد فتوح درس زراعة في سنة. خريجة السنة دي آداب قسم أسواق مصري. عملت إيه؟ اوكي لا بنحضر دلوقتي برنامج عن الآثار بس لسه في مرحلة الإعداد. كنت مع فريق شرقي أدب إنجليزي سنة 2007 يعني. معايا تمرين ماجستير في مرحلة تحضير الكتابة. اشتغلت في العمل الإعلامي. يعني أحمد ليسانس تدريب الفنان بشتغل في شركة حوار. أنا أحمد ليسانس آثار القاهرة، حاليا ليسانس استقبال في الأرض. أنا أستاذة في فنون كبيرة 2001. اشتغلت في فن تشكيلي وليا اشتغلت في معرض الجوال. دلوقتي خلصت الأنشطة كلها في إفضال. ما شاء الله. معلش الصوت بس. انا كنت بتلخبط بينك وبين صحفيه في النص يعني. اظن معظمنا يشتغل يا درس يا له علاقه بشكل او باخر بالصحافه، يا اما عاديه يا اما الكترونيه، حتى لو ملوش علاقه باي حاجه من الحاجات ديت. هو على القليله بيقرا الاخبار وبيتابع الدنيا ماشيه ازاي. خلينا اكلمكم عن اهدافنا من اول في ورشه العمل. احنا هدفنا ان احنا نعمل جيل صحفي جديد محترم نضيف جريء ما عندوش اي مشاكل، وننقل الخبر زي ما هو فعلا بيحصل. احنا شفنا مساخر حصلت في تغطيه الثوره كانت فعلا سقطه قذره للاعلام المصري بكل اشكاله. اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نعمل جيل محترم ونضيف وقوي وقادر فعلا ان هو ينقل الخبر من غير ما يكون خايف من اي حاجه بتحصل قدامه. ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي او النهارده يعني. ندرب على اساسيات الصحافه، اساسيات خالص البيزك اللي هو ما يعرفش اي حاجه في الصحافه ان شاء الله هيستفيد معانا كويس جدا. ازاي ينقل الخبر، ازاي يوصل الخبر لاكبر عدد من الناس، يصنع الخبر حتى يستعمل الادوات بتاعت ويب 2 او الانترنت عموما. كنا في طنطا وان شاء الله نبقى قريب في المنصوره كمان في المحله. بنحاول ان احنا ندعم المواهب الموجوده في الاقاليم ونأكد على ان الاقاليم يعني انا بحس ان في ناس بتبص الناس اللي موجوده في طنطا او في الاقاليم عموما اللي هو نفس نظره الاجانب للمصريين، اللي هو بتركبوا جمال وبتشربوا من بير الميه والكلام ده، هم بيبصوا لنا نفس البص. الكلام ده اختلف خالص.
او انا مش حابب ان احنا نفضل عايشين اللي عاوز يشتغل صحافه لازم يروح القاهره، لازم يشتغل القاهره، ده كلام مش صح. وان كان في بعض اجزاء منه ما بينفعش انك تكمل عند مرحله معينه من الاحترافيه الا لما تكون فعلا العاصمه، لكن احنا نقدر نطلع من النهار كويس، ويمكن ده اللي وفره لنا الانترنت كويس ومواقع الانترنت الحاجات دي كلها دي انت ما بقتش لازم انك تروح بنفسك المكان، ممكن تشتغل من البيت او من خلال الانترنت. طيب انا خلاص بقيت صحفي كويس وبقيت عارف ان انا كويس وبقيت مالك ادواتي، طب انا هقدم نفسي ازاي لسوق العمل؟ سوق العمل الصحفي في مصر من اكثر الحاجات المعقده اللي ممكن انك تقدم نفسك فيها، لان هي بس مش قايمه على الموهبه، مش اي حد بيعرف يكتب هو بس اللي بينفع ان هو يشتغل في سوق العمل في مصر. لازم في عناصر ثانيه كتير جدا بنتكلم عنها، منها الوسائط مثلا ازاي انك تخلي نفسك واصله لنفسك، وازاي تخلي كلامك هو اللي يعبر عنك، مش بس تبقى محتاج عم او طنط ان هو اللي يقدمك لسوق العمل، عشان حاجه بتنرفزني جدا بصراحه. وعايزين ناكد على مساواة الشرف الصحفي، لان ده من ضمن الحاجات الرهيبه اللي ما بيتمش احترامها باي شكل من الاشكال في مصر. في مصر بتحصل مهازل صحفيه حقيقيه ومحدش مترقب عليها، وناس بتشوه سمعتهم لمجرد نقل خبر بشكل غلط او حاجه. عاوزين ناكد على مساواة الشرف الصحفي ونعرف هو بيتكلم عن ايه. ده من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها ان شاء الله. طيب اولا انا مش جاي ان هو واقف ان هو عشان اتكلم علشان انا احسن من اي حد فيكم. دي قاعده اساسيه لازم نتكلم عنها. انا مش احسن من اي حد فيكم، بالعكس انا عاوز استفيد منكم وفي ناس الوقت كل يمكن الفرق اللي بيني وبينكم ان انا صاحب تجربه. انا عندي تجربه الى حد ما في مجال الصحافه، بداتها ان هو من طنطا، ثم كتبت في برنامج الدستور، ثم مع ابراهيم عيسى بعد الدستور عيب، بعد كده بديت مع خالد البلشي، بعد كده كتبت فتره في الشروق نزلت فيها اكتر من موضوع، وفي 2010 مارس سافرت هولندا بعثة تبادل ثقافي بين مصر وهولندا، كانت ممولة من وزارة الخارجية الهولندية، وكان اختاروا فيها 100 صحفي ومدون الكتروني وغير الكتروني، صفوا ال 100 على 80، صفوا ال 80 على 7، كنت انا واحد منهم. سافرنا هناك وكان لينا خبرة مع الصحافة الأجنبية شوية. فكل اللي حصل ان انا صاحب تجربة بحاول انقلها لكم وفي نفس الوقت استفيد من تجربتكم، فما فيش حد احسن من حد فخلوا يعني ما تقفشوش كده قدامي، ما تبقوش مترشمين يعني. هل انت صحفي؟ ده السؤال الاولاني اللي لازم اي حد يساله نفسه. انا بكتب حلو، اي حد كده هنا بيكتب حلو وعندي اسلوب كويس، لكن هل انا صحفي؟ هل انا مؤهل لنقل الخبر ولا لا؟ هل انت عندك الموهبه اللي تاهلك للشغل في المجال الصحفي ولا لا؟ ده السؤال الاولاني اللي المفروض ان احنا كلنا نساله لنفسنا، وده اللي هنعرفه ازاي نساله لنفسنا. هل اي حد بيكتب اسلوب حلو وهو صحفي بالضروره؟ الاجابه لا، لان دي من المفاهيم الغلط الشائعه جدا جدا في المجتمع عندنا. انا بكتب حلو تشتغل صحفي؟ لا، انت ممكن تشتغل كاتب، والفرق بين الكاتب والصحفي شعره، وعلى قد ما الشعره دي صغيره على قد ما هي شاسعه جدا في الاختلاف بين الكاتب والصحفي. ايه طيب الفرق بين الصحفي والكاتب؟ اجمالا عشان اقدر الخص لكم الموضوع احنا ممكن نتكلم عن قصه كده صغيره دايما بحكيها في اي تدريب بحضره، عن اتنين، واحد صحفي وواحد كاتب واقفين في القاهره على كوبري قصر النيل. تلاقوا واحد الساعه 1 الفجر واقف هناك بيشرب سيجاره والدنيا بتشتي، وهو واقف ساند على الكوبري وبيفكر في الدنيا عامله ازاي. ده موقف ده موقف بيستفز عقل اي واحد فينا ويخليه يسال ايه اللي موقف الراجل ده؟ طب سلوك كل واحد فيهم بيبقى عامل ازاي؟ واحد فيهم هيروح للاخ ده ويقول له انت ايه اللي موقفك وانت واقف هنا ليه؟ يقول له مثلا انا بحب واحده ومش عارف ارتبط بيها عشان معيش فلوس وانا 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 وانا. فصاحبنا ده هيرجع البيت وهيكتب قصه قصيره او هيكتب موضوع نسري عن ازمه الجواز والعلاقه العاطفيه التي تهدمت والراجل الذي يفكر في الانتحار، وهيكتب ده باسلوب حلو جدا جدا. ده كاتب، ده كاتب، وده ممكن يكتب قصه او يكتب روايه بيزد على الموقف ده هو بشكل قوي جدا جدا. بينما الصحفي بقى اللي انا بتكلم عنه هو هيروح لكشك السجاير اللي قدام الكوبري ويشتري علبه سجاير مع انه ما بيدخنش، ويروح لصاحبنا اللي واقف على الكوبري ده يقول له ما ممكن تولع لي السيجاره؟ طب انت ايه اللي موقفك؟ انا عندي مشكله البنت اللي بحبها مش عارف اطلب بيها عشان تكليف الجواز. ولما يرجع البيت هيكتب تحقيق صحفي عن المشاكل اللي بتواجه الشباب وتدفعهم للانتحار وهيجيب امثله عمليه. هو ده الصحفي اللي احنا بنتكلم عنه، وهو ده الصحفي اللي احنا هنركز على الشغل بتاعه، وهو ده الفرق بين الصحفي والكاتب. دلوقتي مين معانا قادر يبقى صحفي ومين قادر يبقى كاتب؟ كل واحد له شغل، يعني كل واحد هنشتغل معاه. بس اسال نفسك كده الاول واللي عاوز يجاوب.
هيفتح لي مجالات ثقافه اكتر بكتير من اللي انا ممكن اوصل لها وانا كاتب بس. انا حاسه كده يعني رايي الشخصي. كمان ممكن يعرفني على ناس اكتر، ومعرفه الناس بنوم طبعا بيعلمك حاجات، التعامل حتى مع الناس البشر المختلفه بيعلمني حاجات. فانا حابه اكون هو الكاتب حلو وممكن اوصل لاني ابقى كاتب، بس اني اوصل لاني ابقى صحفي هيبقى اصعب شويه، بس الوصول اليه افيد يعني. بس عايزة برضه أكون صحفية. أضرب مثال بصبح عليه دلوقتي يعني لو أنا كنت كاتبة وكتبت قصة قصيرة وكده، فأنا بعرف بس المشكلة ممكن 70% منها يكون من وحي خيالي أنا بزود لها حاجات، إنما لما هعمل تحقيق هبقى أكتر واقعية، وكمان يعني ممكن أساعد في حل المشكلة اللي أنا كده بعرضها على الناس، فهنبتدي بقى نحط لها نقط إزاي إن إحنا نحلها ونسعى في حلها، مش بس هنعرضها بس. ما ينفعش الواحد يكون الاثنين مع بعض. ينفع تكون الاثنين مع بعض. انا ساعات بكتب حقائق وساعات بكتب مقالات، فانا مش شرط ان الواحد يكون بس كده صحفي بس او كده بس، يعني ممكن يبقى في مثلا الاقي رجال فضل الكاتب الصحفي او رميس الكاتب الصحفي، فما هو ممكن الاثنين يندمجوا مع بعض. تعليقا على النقطه دي، ينفع تبقى الاثنين مع بعض، مش عيب. بالعكس جميل تبقى كاتب الصحفي، بس بدايتك تكون صحفي مش هتكون كتاب. وعندنا يوسف فوده مثلا عيبه قويه جدا، لو حد يعرف يوسف فوده وهو صاحب انتشار واسع مع البنات، يعني انا عارف ان هو له معجبات كتير مع البنات. يوسف فوده بدا يا جماعه من خلال سلسله برامج وثائقيه في قناه الجزيره اسمها سر للغايه، وكانت خطيره جدا ومهمه ومؤثره. بعد كده بدا يعرض نفسه في كده، وبدا ان هو يقدم فعلا اعمال ادبيه. تمام؟ فده يمكن يكون ردا على كلامك ان ينفع الاثنين مع بعض، بس اكيد هبدا صحفي، لان ده اللي بيعلم على فكره مع دماغ الناس اكتر، ان انا قدرت اكشف حاجه او قدرت اعمل حاجه. ممكن اللي عاوز البرامج بتاعت يوسف فوده ممكن ابقى جاهز موجود عندي على ممكن بقى يكون واحد العكس، يعني حضرتك قلت دلوقتي هتبدا الاول كصحفي وبعدين تبقى كاتب. ممكن انا بشوف نفسي ككاتبه اكتر صحافه، يعني خواطر وقصص وبدايات روايات، يعني مش حاجه على بعضها، بس في نفس الوقت يعني حابه ان انا ادخل مجال صحافه على اساس ان انا بشوف ان هو اساسي ومكمل الى اخره يعني. فممكن الواحد يبقى ماشي بالعكس يعني. ما فيش مشاكل. هكلمك عن نظام الصحافه الامريكا اسمها فيتشر ما بيدورش على خبر وتحقيق وموضوع ما بيصنفش، هو بيتعامل على القصه، بيدور على القصه ورا الموضوع. فده ممكن يكون مساعد كويس قوي ليك انك تعرفي توصلي للقصه ازاي، مع تطلعي القصه ازاي من الشخص اللي قدامك، لان احنا مع الوقت ان هو انت بتتعلم ازاي انك المصادر اللي منها الاخبار، كل مصدر بيبقى طبيعه شخصيته مختلفه عن طبيعه شخصيه التاني. في واحد بيطلع منه الاخبار بالاستفزاز، واحد بيطلع منه الاخبار بيدعي كده، يعني ادعي ان انا مش ان انا جاهل، فهو يبدا يعلمني. كل واحد بيبقى له مفتاح في شخصيته، دي من ضمن الحاجات اللي احنا هنتعلمها. لا في كتابه كويس جدا خصوصا في مجال القصص والروايات، اتمنى تبقى روايه كبيره ان شاء الله، والناس على الاسوان